هو ايه فتحت المطهر يوم طلوعه على المعاش دي؟ ده مثل غريب جدا بس حصل. سنة 1873 الخديوي إسماعيل قرر إن هو يجوز ولاده الأربعة كلهم في يوم واحد، وعمل لهم ساعتها فرح أسطوري ما حصلش زيه قبل كده. الزينة والأنوار والطبل والزمر والرقص فضلوا مستمرين في شوارع القاهرة 40 يوم بحالهم، كل ابن قعد فرحه 10 أيام، وطبعا شارك في الاحتفالات ديت كل فئات الشعب، وكان من بينهم فئة المزينين اللي هو الحلاق والمطاهر، وكانوا بيعرضوا خدماتهم على الشعب مجانا في الاحتفالات دي. اللي عايز بقى يحلق، اللي عايز يطهر ولاده كان يقدر يعمل كل ده ببلاش. بس في بعض الستات اشتكت ان جوازاتها رافضين يعملوا كده دلوقتي في السن ده علشان الفضيحه، فكان المزين من دول يتفق مع الست انها تقنع جوزها انه يجي معاها عند الحلاق بحجه ان هم هيطهروا ابنهم، وان اول ما جوزها يوصل المكان المزين ورجالته هيهجموا عليه ويكتفوه ويقوموا بالمهمه دي لا من شاف ولا من داري، مستغلين بقى فكره الزحمه بتاعه الفرح وان محدش هيبقى مركز مع حد. بس على مين بقى حاجه زي دي هتستخبى برضه؟ هي ساعه واحده وكان الخبر انتشر والناس كلها بقت عارفه الراجل ده بيحصل فيه ايه دلوقتي، وفضحته بقت بجلاجل. بس ما قالوش بقى الراجل طلق مراته بعد الحركه دي ولا لا.